أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لأي حد مهتم بعالم البيزنس، سواء كنت لسه بتبدأ مشروعك أو حتى لو كنت متمرس وعندك خبرة كبيرة في السوق. الكلام النهاردة هيكون عن الدراسة المالية. كتير مننا لما يسمع كلمة دراسة مالية يفتكرها حاجة معقدة أو محتاجة خبرة كبيرة في الأرقام والمحاسبة، لكن الحقيقة غير كده خالص. الدراسة المالية دي أداة قوية جدا ممكن تساعد أي حد في إدارة مشروعه بطريقة أفضل وأكثر فاعلية. هي مش بس بتخليك تعرف تتعامل مع الأرقام وتفهم القوائم المالية، لكن كمان بتساعدك تفهم الصورة الكبيرة لمشروعك، تقدر تشوف من خلالها إيه هي الخطط اللي تناسب مشروعك، تحدد أهدافك المالية بوضوح وتعرف إزاي تنفذها. ومش بس كده، الدراسة المالية مهمة لأنها بتعلمك تقدر تتوقع وتتعامل مع التحديات اللي ممكن تقابلك في السوق، يعني تبقى مستعد وعارف هتعمل إيه في أي موقف. في الفيديو ده هناخدكم خطوة بخطوة علشان تفهموا أساسيات الدراسة المالية وليه هي مهمة لأي بيزنس، وكمان هنشوف مع بعض إزاي تقدر تستخدم الدراسة المالية في تحسين مشروعك سواء كان صغير أو كبير. يلا بينا نبدأ الرحلة مع بعض ونشوف إزاي الدراسة المالية ممكن تغير مشروعك للأحسن. يعني إيه دراسة مالية؟ الدراسة المالية ديت بتشبه خريطة الكنز، يعني هي اللي بتوجهك في سفرك نحو النجاح في عالم البيزنس. هي بتساعدك تعرف هتروح فين في مشروعك وإزاي توصل لأهدافك المالية. أول حاجة في الدراسة المالية هي فهمك للوضع الحالي لمشروعك، يعني أنت دلوقتي واقف فين؟ عندك إيه من الموارد؟ وإيه هي العوائق اللي ممكن تواجهك؟ ده بيساعدك تقدر ترسم خطة واضحة للمستقبل. تاني حاجة هي تحليل البيانات المالية، ده يعني إنك تشوف القوائم المالية بتاعتك وتحللها كويس وتعرف إزاي الأرقام ديت ممكن تأثر على قراراتك وتخطيطك للمستقبل. وأخيرا الدراسة المالية بتساعدك تحط أهداف مالية واقعية وتعمل خطة لتنفيذها، يعني أنت عايز تحقق كام في السنة الجاية؟ إيه هي الخطوات اللي لازم تاخدها علشان توصل لده؟ وإزاي تقدر تتابع تقدمك وتعدل في الخطة لو احتجت. تعال بقى نتكلم عن أهمية الدراسة المالية. أولاً الدراسة المالية بتديك نظرة واضحة عن وضع مشروعك المالي، يعني مثلاً بتعرفك إزاي تجمع الفلوس اللي محتاجها لمشروعك وإزاي تصرفها بذكاء. بتعرفك كمان على التكاليف الحقيقية للمشروع وتوقعات الإيرادات. ثانياً بتساعدك تحدد مواردك، يعني تعرف عندك إيه من الموارد المالية والبشرية والمادية وتقدر توزعها بطريقة تضمن أعلى عائد ممكن منها. تالت حاجة، الدراسة المالية بتخليك تخطط صح للمستقبل، يعني تقدر تحدد هدفك المالي على المدى القصير والطويل وترسم خطة واضحة لتحقيقه. ده بيساعدك تتجنب كتير من المشاكل اللي ممكن تواجهك لو ما كنتش عارف تمشي في أي اتجاه. رابعا بتساعدك في اتخاذ القرارات الصح، يعني لما يكون عندك فهم كويس للأرقام والتوقعات المالية لمشروعك تقدر تاخد قرارات أكتر وضوحا وتتجنب المخاطر. وأخيرا الدراسة المالية بتديك ميزة تنافسية في عالم البيزنس اللي كله منافسة. لما تكون عندك خطة مالية قوية وواضحة ده بيخليك تظهر وتبقى مختلف عن الباقيين، بتقدر تشوف الفرص اللي ممكن غيرك ما يشوفهاش وتستغلها بشكل أحسن. في النهاية الدراسة المالية مش بس أرقام على ورق، ده فن وعلم بيساعدك توجه مشروعك نحو النجاح والربحية. تعالوا بقى نتكلم عن الأجزاء الأساسية للدراسة المالية، هنشرح كل جزء بالتفصيل. القوائم المالية دي بتعتبر زي السجل الطبي لمشروعك، فيها 3 أنواع أساسية. قائمة الدخل بتوريك الإيرادات والمصروفات، وفي الآخر بتبين لك المشروع هل بيحقق ربح ولا خسارة. تاني حاجة المركز المالي، دي بتعرض الأصول زي الفلوس والمعدات، والخصوم زي الديون وحقوق الملكية. وقائمة التدفقات النقدية، هنا بتشوف الكاش اللي داخل واللي خارج من المشروع، دي مهمة علشان تعرف تدير السيولة النقدية. تاني حاجة تحليل التكاليف والإيرادات، وده جزء حيوي في الدراسة المالية. تحليل التكاليف هتحتاج تفهم كل تكاليف المشروع من الإيجار لرواتب العمال وإزاي كل تكلفة بتأثر على الربحية. أما تحليل الإيرادات هنا بتشوف مصادر دخلك، يعني البيع والخدمات وأي دخل تاني، وهتحلل الإيرادات ديت علشان تعرف تزودها إزاي. كمان تحديد نقطة التعادل البريك ايفن بوينت، دي من أهم الحاجات في الدراسة المالية. نقطة التعادل هي النقطة اللي فيها المشروع بيغطي كل تكاليفه وما بيحققش ربح أو خسارة. لما تعرف نقطة التعادل بتاعتك تقدر تحدد الأهداف المالية وتعرف إزاي تحقق الربح. ونقطة التعادل بنحسبها عن طريق معرفة التكاليف الثابتة والمتغيرة، وبعدين نشوف السعر وكمية المبيعات اللي محتاجها علشان نوصل للنقطة دي. في النهاية كل جزء من الأجزاء ديت بيديك صورة كاملة عن الوضع المالي لمشروعك وبيساعدك تاخد قرارات أكتر وعيا ودقة. وكده نكون خلصنا الجزء الأول من سلسلة الدراسة المالية. في الفيديوهات الجاية هندخل في تفاصيل أكتر، هنشوف مع بعض إزاي الأرقام ديت اللي ممكن تبان بسيطة كده ممكن تعمل فرق كبير في مشروعك وتحوله للأحسن.
هنتكلم عن أسرار القوائم المالية وإزاي تحليلها بعمق يقدر يساعدك تشوف المشروع بتاعك من زوايا جديدة. هنشرح برضه بالتفصيل إزاي تقدر تحدد نقطة التعادل وتستغلها في تحسين الأداء المالي لمشروعك. ومش بس كده، هنعرف إزاي تستخدم الدراسة المالية في صناعة قرارات أكثر ذكاء وفعالية. فاستنونا في الفيديوهات الجاية، وإن شاء الله كل فيديو هيكون فيه معلومات قيمة تقدروا تستفادوا بيها في تطوير مشاريعكم. وعلشان ما تفوتكوش الفيديوهات ديت وغيرها، لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس، بكده تضمنوا ان كل جديد هيوصل لكم اول باول. شكرا لمتابعتكم، مستنيينكم في الفيديوهات الجاية. سلام.